الحمد لله الواحد العلي الواجد الغني الطاهر عن كل عيب الظاهر له كل غيب الذي صفت بدائع آلائه وراقت وضفت سوابغ نعمائه وفاقت حمدا يوافي نعمه العظام التي لا تحصى كثرتها عددا ويكافئ مننه الجسام التي لو كان البحر لها مدادا لم تنفد ولو جيء بمثله مددا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبيه المنقذ من الضلالة المستقل بأعباء الرسالة المبعوث من أكرم الأعراق وأحسنها المنعوت بمكارم الأخلاق وأحسنها وعلى آله الأخيار المنتخبين وعلى أصحابه الأخيار المنتجبين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى النبيين وآلهم أجمعين وعلى كل عبد صالح إلى يوم الدين آمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم في شرف العربية الذي يأتيكم من قناة سلام الفضائية. وهذه الحلقة ما زالت في تاريخية اللغة العربية ومكانتها في إريتريا، وتوقفنا في الحلقة الماضية على أقوال أو على عنوان رجال سطروا بأسمائهم التاريخ في إريتريا، وهم زعماء وشيوخ وقادة. وتوقفنا في من أقوال الزعيم عثمان صالح سبه في الصحف والمجلات العالمية التي كتب فيها. وكما ذكرنا هذا الرجل هو قائد عظيم، وكانت له مكانة في الثورة الأريترية، وكان له شرف البداية في نشأتها. يقول الزعيم عثمان صالح سبه رحمه الله: إن الدول الكبرى لا تريدنا لأن الصراع يدور حول مسألة العروبة، وما زال هذا الصراع حتى الآن يدور على الهوية العربية لإريتريا والإسلامية كذلك. فهي يقول: إن الدول الكبرى لا تريدنا لأن الصراع يدور حول مسألة العروبة، وخاصة عروبة البحر الأحمر. هذا البحر الأحمر الذي كان يسمى ببحر الغلزم أو بحر سعد الدين قبل 400 عام. هذا البحر هو بحر عربي إسلامي. فهذه الدول لا تريدنا أن نكون في هذه البلاد، ويكون هذا البحر بحرا عربيا إسلاميا. ويقول كذلك في أحد زياراتنا إلى روما: هذا الرجل كان يطوف من أجل القضية الإريترية، ما ترك مكان إلا وطرق باب القضية الإريترية فيها، ونسأل الله له المغفرة والرحمة. فيقول في أحد زياراتنا إلى روما: سألونا الطليان مرة ماذا قالوا: ماذا يعطيكم اليسار العربي؟ اليسار هو الحزب الشيوعي الذي ينتمي إلى الماركسية أو الاشتراكية كما يقولون، وبالذات كانوا في سوريا وفي العراق الحزب البعث العربي الاشتراكي وحزب البعث القومي العربي في بغداد. هكذا كان العرب ينقسمون إلى هذه الأحزاب المدنية. فقالوا له: ماذا يعطيكم اليسار العربي؟ قلنا: الفتات، حاجة البسيطة التي يعني تفضل من فضلاتهم أو زيادة عن لزومهم يعطون الفتات. فقالوا: ماذا يعطيكم اليمين العربي؟ قلنا: لا، أكثر من اليسار. وكان
يطرق كل الأبواب من أجل دفع القضية الإريترية إلى الأمام. فقالوا: لماذا تصرون على التعامل مع العرب؟ لماذا تصرون على التعامل مع العرب؟ لماذا لا تتفاهمون مع إسرائيل، أي الكيان الصهيوني؟ هذه دولة إسرائيل، إسرائيل هو نبي من أنبياء الله وهو متبرئ منهم، فهم كيان صهيوني عنصري اغتصب أرض المسلمين في فلسطين. لماذا لا تتفاهمون مع إسرائيل؟ وللأسف الشديد هذه الدولة الصهيونية بعد تحرير أريتريا كان لها السبق في فتح سفارتها في أسمرة، وهذا الدليل على أن الذين يحكمون لا ينتمون للعروبة ولا للإسلام. قلنا لهم: نفضل التعامل مع العرب لأننا عرب، فلا حاجز بيننا وبين الإثيوبيين سوى الثقافة. إننا ننتمي إلى حضارة مختلفة، وقد حارب الأحباش التعريب 1000 سنة. مشكلتنا في إريتريا كما يقول الزعيم عثمان صالح سبي هي العروبة والهوية العربية الإسلامية. فحينما سئل لماذا لا تتفاهمون مع إسرائيل، قال: نحن نفضل التعامل مع العرب لأننا عرب، مهما لم يعطونا شيء أكثر مما سيعطون له إسرائيل، وإسرائيل أصلا لا تنفق، إنما تأخذ لنفسها. فإذن قال: لأننا عرب. رحمه الله رحمة واسعة لما قدم للأمة العربية والإسلامية والإريترية. نأتي إلى مفجر الثورة الإريترية حامد إدريس عواته. الذي فجر الثورة الإريترية هو حامد إدريس عواته، أي الذي أطلق الرصاصة الأولى مكافحا ومناضلا من أجل قضية إريتريا. وقبله كان صراع سياسي في الأربعينات في البرلمان في أسمرة، إلى أن قتل فيه عبد القادر كبيري وشرد من شرد. ولكن هنالك نشأت في عام 1957 في مدينة بورسودان حركة تحرير إريتريا، والتي أنشأها محمد سعيد ناود رحمه الله، ثم انتقلت إلى جبهة التحرير الإريترية في القاهرة، وكان هناك مكون كبير لهذه الثورة الإريترية. ثم بعد ذلك نظر هؤلاء النخبة من المناضلين والسياسيين الإريتريين أن لا حل مع إثيوبيا إلا الكفاح المسلح، فكان حامد إدريس عواته نال شرف إطلاق الرصاصة الأولى لانطلاقة الثورة الإريترية في عام 1961. ومن هو هذا الرجل؟ لأنه في شخصيته هنالك أكاذيب، وهنالك يعني ضغط عليه أنه لم يكن متعلما، أنه كان فقط شفتة، أي من الذين قطاع الطرق وهكذا كانوا بعد التحرير. هذا الكلام نشأ لأنه هو الذي بدأ بالثورة الإريترية، وبدايته كمسلم. تعتبر الثورة الإريترية بدأت بالمسلمين، لأن الظلم الذي كان يحصل في البلاد من تحريق القرى والمدن وقتل المسلمين كان يخص المسلمين، لأن معظم الجانب الثاني من النصارى كانوا مع حزب أندنة الوحدة مع إثيوبيا، وما زالوا حتى الآن يطالبون بالوحدة مع إثيوبيا. وهو اسمه حامد ابن إدريس ابن عواته ابن فايدوم. ولد في قرية قرصت. هذا التاريخ لا يوجد، يعني 30 عاما لم يقرأ هذا التاريخ في إريتريا. منع من قراءة تاريخ إريتريا، الثورة الإريترية.
وتهميش كل القيادة التي كانت قبل التحرير. فنحن هدفنا الآن لكي يعرف هذا الجيل الذي نشأ بعد تحرير إريتريا المزعوم من 91 إلى الآن، حتى يعرف قيادته من هو الذي أنشأ الثورة الإريترية أو بدأ بالكفاح المسلح. فكما ذكرنا عثمان صالح سبه كان من الذين يدعمون الثورة الإريترية. وهذا الرجل حامد إدريس عواتي ولد في قرية قرست التي تقع بين مدينتي قلوج وتسني. قلوج وتسني في قاشبركة، هذه المنطقة تعتبر غرب إريتريا، في عام 1325 من الهجرة الموافق لعام 1908. هذا الرجل ولد في هذا العام 1908 الميلاد. التحق في عام 1353 الموافق لعام 1935 جنديا بالجيش الإيطالي، وقد أتيحت له فرصة الدراسات الأولية في اللغة الإيطالية، كان يجيد اللغة الإيطالية، فأجاد اللغة الإيطالية بسرعة كبيرة، مما شجع الإيطاليين لإعطائه فرصة أكبر للترقي. يعني ليس هو من قطاع الطرق وليس هو من الأميين، لكن كان رجل قائد في منطقته، وكان يحمي أهله من الشفتة الإثيوبيين الذين كانوا يقتلون وينهبون القرى المسلمة في ذاك الوقت. فإذا عندما رأى الطليان أنه قائد اهتموا به واعطوه فرصة أكبر للترقي، وقاموا بإرساله إلى العاصمة الإيطالية روما. ذهب لكي يتدرب ويدرس باللغة الإيطالية. فهو ليس شخصية أمية وليس شخصية هامشية، إنما اختياره من الثورة الإريترية كان اختيارا دقيقا لمعرفتهم به بأنه قائد يصلح إلى أن يقود الثورة الإريترية كفاحا مسلحة. فقال: وقاموا بإرساله إلى العاصمة الإيطالية روما في دورة متخصصة في مجال المخابرات العسكرية ضمن مجموعة من الإريتريين، وقضى عاما كاملا هناك. وفي أواخر عام 1355 الهجر الموافق لعام 1937 تم تعيينه في جهاز المخابرات في الحدود الغربية ما بين إريتريا والسودان برتبة عريف أول مخابرات، لأن هذه المنطقة كانت محتلة من قبل الطليان، ثم بعد ذلك بريطانيا، وقبل الطليان كان البرتقال، بعده جاءت الدولة العثمانية وأنقذت هذه المنطقة بعد ما استعان بهم المجاهد أحمد جرين، وجاءوا وناصروه حتى أرجعوا إريتريا إلى محيطها. ثم بعد ذلك جاءت إيطاليا وهزمت التحالف وامتلكت إريتريا. مشاهدي الأعزاء، إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم. الحمد لله حمد الكاملين، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، أهلا وسهلا بكم في بعد فاصل قصير، ونكمل ما انقطع من حديث عن القائد حامد إدريس عواتي. كما ذكرنا، هذا الرجل لم يكن رجلا أميا، إنما كان رجل شخصية قوية، لذلك الطليان اهتموا به ورقوه وأرسلوه إلى العاصمة الإيطالية لتدريبه. وعندما احتل الإيطاليون مدينة كسلة سودانية، وهي على الحدود الشرقية للسودان محاذية إلى غرب إريتريا،
كان حامد إدريس عواتي يحتفظ بصلات طيبة مع الأعيان وزعماء الكيانات الأهلية في المدينة، أي مدينة كسلة، فتم تعيينه نائبا لمدير المدينة، كفاءة هو، فعينوه مدير نائبا لمدير مدينة كسلة. وما أن هزمت إيطاليا في الحرب العالمية الثانية وانسحبت من مدينة كسلة عام 1359 هجرية الموافق لعام 1941، حتى ترك حامد إدريس عواتي العسكرية وانصرف لتطوير أرضه وتنمية مواشيه في مدينته قلوج أو قرست التي تقع بين مدينتي قلوج وتسني الحاليتين الموجودتين في غرب أفريقيا. حاولت سلطات الاحتلال الإنجليزية التي خلفت سلطة الاحتلال الإيطالي التودد إلى حامد إدريس عواتي لما كان يتمتع به من البأس والإقدام والشجاعة، ولما بات كل المحاولات والمساعي بالفشل، ففكرت السلطات الإنجليزية في أسره وتصفيته جسديا، لكنها لم تفلح، لا يريد أن يخون الطليان، فكان غصة في حلق الإنجليز مدة حكمهم لأريتريا. إذن هذا هو الرجل حامد إدريس عواتي، ليس رجلا ضعيفا، ليس رجلا أميا، ليس رجل زي ما يقولوا من الدراويش، لكن كان رجلا شجاعا واعترفت به بريطانيا وقبلها إيطاليا. وطيب، ثانيا مواجهاته مع الشفتة وعصابات النهب والسلب. كان هناك شفتة وما زالوا إلى الآن في الحدود السودانية الإثيوبية، هنالك ميليشيات تذهب إلى السودان وتغتصب المواشي وتسرق المواشي وتنهب وتصلب وكل شيء. كان حامد إدريس عواتي يتصدى للعصابات الإثيوبية في عهد الاحتلال الإنجليزي لأريتريا، وهذه الميليشيات أنشأتها بريطانيا لتشتيت الإريتريين والتقاتل بينهم. فكان يتصدى حامد إدريس عواتي للعصابات الإثيوبية في عهد الاحتلال الإنجليزي لأريتريا، تلك العصابات التي تخصصت في تعقب وقتل الوطنيين الذين كانوا يقفون ضد المشاريع الإثيوبية الهادفة لضم إريتريا. وهؤلاء شفته كانوا من أبناء إريتريا أصلا، من أبناء إريتريا، ولكن كان يحبون وما زالوا يحبون الانضمام إلى أسيادهم أديس أبابا أو إلى إثيوبيا، وفيما يسمى أنشأوا ما يسمى بحزب أندنت أي الوحدة مع إثيوبيا. وكان إقليم غرب إريتريا مرتعا لقطاع الطرق والشفتة التي كانت تتعرض للإبرياء من عامة الناس وتمتهن النهب والسلب، كما أنها كانت تقتل الأبرياء. ولم تهتم الإدارة البريطانية بتأمين حياة المواطنين وأملاكهم، واكتفت بأن تلعب دور المتفرج، بل كانت تمارس سياسة فرق تصد بين المواطنين الإريتريين حتى يختلفوا ويكون لها سيادة، ولكن ذهب ملكهم أدراج الرياح. فرق تصد لتمزيق الكيانات ونشر الفتن، وكان هذا دأب الاحتلال الإيطالي من قبل. هؤلاء جاءوا من أوروبا واستولى على أراضي المسلمين ونهبوا خيراتها، وما زالوا حتى الآن ينهبون من خيرات إفريقيا العظمى وللأسف الشديد. ثالثا، القائد عواتي وحركة تحرير الإريتريا. كما قلنا نشأت حركة تحرير الإريتريا في مدينة بورسودان عام 1957 على يد الأستاذ مناضل محمد سعيد ناود رحمه الله، وأنشأها في بورسودان. بعد ذلك انتقلت وسميت بجبهة التحرير الإريتريا في القاهرة. وأدخلت إريتريا بعد
مؤامرة أمريكية مفضوحة مع إثيوبيا في اتحاد فيدرالي تحت سيادة التاج الإثيوبي. في ذلك الوقت كان الإمبراطور هايلي سلاسي، وضد رغبة الأكثرية من الشعب الإريتري الذي كان يطالب بالاستقلال الكامل. رغبة الأكثرية من الشعب الإريتري كانت تطالب بالاستقلال الكامل عن إريتريا، وأنا ضد هذه السايس بيكو، ولكن هذا التاريخ اللي يعرفه الناس. هذه التقسيمات التي نراها الآن، جيبوتي وإثيوبيا والصومال والسودان، هذه كانت مناطق كلها مناطق إسلامية وعربية، ولكن جاء سايس بيكو وقسمها تقسيما ليفرق الشعوب. ولكن هذا تاريخ لكي نعرف ما الذي يدور الآن في إثيوبيا. الآن القتال الذي يدور في تيغراي وفي غيره هذا نتاج لسايس بيكو الذي فرق الناس، فرق المسلمين. وأنا ضد هذه الكيانات، إنما كلنا أمة واحدة في هذه البلاد بما يسمى كانت مملكة الحبشة سابقا. وفي عام 1377 من الهجرة الموافق لعام 1957 تكونت أول حركة سياسية منظمة لمقاومة الاحتلال الإثيوبي، وهي حركة تحرير إريتريا. كما ذكرنا هي نشأت في السودان، في بور السودان، والتي كانت تعمل بسياسة المراحل. وقبلها كان هنالك صراع سياسي في برلمان الإريتري وفي الساحة الإريترية في الأربعينات كما ذكرنا، وحتى هناك رجال ذهبوا إلى الأمم المتحدة وتكلموا باللغة العربية كما سيأتي، وأحدهم لم يذهب، قتل قدرا، وهو عبد القادر الكبيري رحمه الله. اتصلت الحركة بحامد إدريس عواتي ودعته للعمل معها وفي صفوفها، فأبدى استعداده في بداية الأمر، ولكنه تخلى عنهم بسبب عدم اقتناعه بأسلوب عمل المراحل. هذا القائد. الآن المعركة هي معركة الميدان، ليست معركة سياسية واختلاف سياسي والجلوس في الفنادق ومؤتمرات وكذا، لا، هذه للسياسيين. أما هو قائد عسكري فيريد واقعا عسكريا يقاتل فيه الأعداء، فهو ولكنه تخلى عنهم لسبب عدم اقتناعه بأسلوب عمل المراحل التي كانت تؤمن به قيادات الحركة آنذاك. ويقول الزعيم الوطني محمد سعيد ناود حول علاقة عواته بحركة تحرير إريتريا: ما أعرفه من حقائق، فإن الشهيد عواته كان مجندا وعضوا بحركة تحرير إريتريا، حيث قرأ اللائحة والبرامج واقتنع بها، وكان حلقة الصلة بينه وبين الحركة محمد بن يوسف بن آدم، والذي كان أيضا عضوا بفرع الحركة في مدينة أقردات، ولكنه لم يقتنع حتى اقتنعهم بمواجهة إثيوبيا بالكفاح المسلح، وكان قد نال شرف إطلاق الرصاصة الأولى لانطلاق الثورة الأريترية. تأسيس جبهة التحرير الإريترية: عملت إثيوبيا على تقويض النظام الفيدرالي، ضمت إريتريا مرة أخرى إليها، وغض المجتمع الدولي الطرف عن تجاوزاتها لقراراته بالحفاظ على النظام الفيدرالي ورعايته. فقامت مقاومة سلمية وسياسية التي أبدتها القيادات الوطنية الإريترية داخل البرلمان الإريتري، مثل محمد عمر أكيتو والشيخ عثمان أحمد هندي، كان يسمى بالتقوا الله، حينما نزل العلم الإريتري بعد ضم إريتريا للتاج الإثيوبي وإنهاء المرحلة الفيدرالية، قال لهم اتقوا الله حينما أنزلوا العلم الإريتري، العلم القديم ليس العلم الجديد الآن، هذا الذي ينتسب إلى حزب جبهة الشعبية للعدالة. وإدريس محمد آدم وغيرهم، ولجوء القيادات الوطنية مثل الشيخ إبراهيم عثمان زعيم الرابطة الإسلامية. عمر أكيتو هو من العفر،
وكان يتكلم اللغة العربية وكان يدافع عنها، وإن شاء الله سيأتي الكلام عنه هيأتي عنه إن شاء الله مستقبلا. وعثمان أحمد هندي كذلك هو من منطقة مصوع، وإدريس محمد آدم هو من منطقة قردات. ولجوء القيادات الوطنية مثل الشيخ إبراهيم سلطان وهو زعيم الرابطة الإسلامية التي نشأت في كرن وهو من منطقة قزقزة، ورئيس البرلمان الإريتري إدريس محمد آدم إلى القاهرة. وتطلع الإريتريون في الداخل والخارج لهذه القيادات لتأسيس المقاومة العسكرية بعد أن فشلت كل الجهود السلمية لانتزاع الحقوق الوطنية للشعب الإريتري. وأدت هذه الرغبة الوطنية فيما بعد لترتيب اجتماع في القاهرة عام 1380 هجرية الموافق لعام 1960 ميلاد. ضم الاجتماع عددا من اللاجئين السياسيين الإريتريين بالإضافة إلى الطلبة الدارسين بالقاهرة. وتمخض الاجتماع عن ميلاد جبهة التحرير الإريترية. هذا في عام 1960 نشأت جبهة التحرير الإريترية. وانطلاقة الكفاح المسلح كان في 61 عام 1961 هجرية بقيادة حامد إدريس عواتي. إلى حلقة جديدة قادمة بإذن الله، استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.